ضوي بتاكل ايه يا ضوي؟ جيلي كولا. ضوي انجز، بتاكل ايه؟ بقول لك يا ابني جيلي كولا. دي مش علبه جيلي كولا. بص على الدغري بسرعه كده، ايفولف لسه منزلين جيلي كولا بالكرياتين اهو. اقرا بس. ايه ده فعلا؟ ده كريا جود جامز وكريا بيور كمان. ما تهزرش، ده جامد قوي. طب بتاكل منها كام واحده؟ 3 منهم 5 جرام كرياتين. طب والفليفرز؟ تعال اقول لك. كولا طبعا عامل بالظبط زي الجيلي كولا اللي انت كنت بتاكله وانت صغير. تاني فليفر جرين ابل ساور. حلو بقى في دي ايه؟ ان هي هتغير مفهوم السبلمنتس للناس بحاجه معينه، ان انت تاكل الحاجه او تاخد السبلمنت اللي انت محتاجه بس في صيغه الحاجه الحقيقيه، حاجه تتسلى، حاجه ما تحسش ان انت بالاخر محروم من حاجه معينه. الثلاثه دول بقى فيهم 1000 كالوري تقريبا صح؟ خالص. خش على الويب سايت وهتعرف. صحيح اسكت، بننزل دلوقتي حالا على الويب سايت. النهارده ايه؟ النهارده يوم الجمعه 27/6 حالا. ممكن تستعمل كود ايفولف 10 برضه تاخد 10% خصم. طبعا تفتكر ان هي بملايين الجنيهات. خش على الويب سايت. ايفولف ده ايه؟ يا حوده نازلين يا حوده. بص يا شباب، عشان انا وكابتن عبد الرحمن خلاص يعني عرفنا مهاب شبه استنى بس. لا احنا دلوقتي نحكي للناس على اللي احنا المهمه اللي احنا بنعملها في مهاب ولا لا؟ نحكي. بص بس نقول الاول هو مهاب شبه مين؟ مهاب شبه حوده بندق. تمام. فاللي حصل دلوقتي هو ان انا جبت صور حوده بندق وجبت صور مهاب وبدلت وش حوده بندق بوش مهاب، فهنقعد نوري له الصور ونقول له يا ابني شبهك جدا. شبه البتاع ده. بس دي طنط ام سيف محمد ضوء. بس اللي احنا بنعمله ده عمل شيطان، لان انا مخلي شكله يا جماعه. بص قبل لا انت مش فاهمه. ايوه فاهمه. بص مهاب دلوقتي بيشوف شبهه جدا. مهاب دلوقتي بيشوف الفلوج ده. ما بهوتش مهاب بالظبط. فانت بص، انت اول ما تشوفه من النهارده لحد اخر اليوم هتقول له يا حوده. بصوا يا جماعه، والفكره ايه؟ انا عملت برضو حاجه، ان انا عامل نفسي باعت لضوي في الشات بقول لك ايه ده مهاب شبهه، فالموضوع هيبان واقعي اكتر يعني. فده يا جماعه جزء من المانيبيوليشن، ازاي ان انت تخلي واحد يقتنع بحاجه هي مش حقيقيه. بس هنفضل مقضينها كده اليوم كله، وممكن ما تقولوش غير اخر اليوم. لا طبعا مش هقول له غير يا ابني، ده احنا هنوري الناس في الجيم كمان. ماشي بس انت ما تقولش المهاب. لا طبعا مش هقول له مهاب بالظبط كده. ده كده ايه كام صفر كده؟ اقول لك على حاجه. العب. لا ما تعملهاش. العب وهكسب. طيب العب. I love this game. طيب يا حوده ليه يا ابني ايه اللي حصل؟ قدس حلوه العطور اللي انت حاططها دي. وانت برضه وبتشتغل انت ليه حاطط اللابتوب على العربيه بتشتغل هنا؟ عشان بناكل عيش. انت فين عربيتك؟ والله ما محتاج ارخص. نسي يكسل يرخص. يعني اجدد. دلوقتي انا وكابتن عبده وحوده متجهين الى هدى. متجهين الى سترايك. عندنا كده عندنا جو بقالنا كتير انا وكابتن عبد الرحمن ما اتمرناش مع بعض. وبرضه حوده ما صورناش بقاله فتره. بس هنتمرن تمرينه، يعني انا هلعب رجلين وانت هتلعب ايه؟ عندي قطر. عندك رجل صح يا حوده؟ لا مش هنتمرن. مش مرن؟ مش انت امبارح قايل لي ان انت النهارده بقى عندك رجل؟ هنتمرن مع بعض بس يعني. مش انت عندك رجل النهارده؟ عندي هتلعب مع عبده يا حوده. بس خد بالك عبده تمرينته. ماشي تعالى نتمرن يا كابتن عبده. ماشي خلاص. طب بس لا كده هتبقى 2-1. 2-1 ليه؟ ايوه يا ابني انت يا ابني انت دلوقتي انت 20-0 اصلا ليه؟ هو كسبان كتير. كسب في ايه يا اسطى؟ فوق. كسب في ايه؟ ما هتعرف. مش بقى انا عارف ان الفرق ما بين البندق والحاجات طب دي. يا اسطى والله العظيم الطبيعي يكسب. عارف ان في اغنيه اسمها محمود لا يا محمود قشر البندق. بقول لك يا حوده ايه رايك في البتاع ده؟ عندنا يا باشا الايفولف اوفر سايز جيرزي. والايفولف دي المفروض يا كابتن عبد الرحمن قطايه عاديه، بس دي بيسموها في امريكا الوايف بيتر، يعني ضراب المراتات اللي بيضربوا بيها مراتهم. المفروض دي برضه ايفولفويه. في حاجه ثالثه بس دي كابتن عبد الرحمن هيقول لكم عليها. الحاجات دي نازله قريبا. بص يا باشا كواليتي طباعه اشياء هتتمرن وهتدعي او هتخرج بيهم. انا شخصيا خرجت بده كده قبل كده. بري جوت انرجي. ليه مهم الحاجات اللي بنتكلم فيها عليك ليه دايما ما بتحطهاش في الفيديوهات؟ انت
انتوا عارفين يا شباب الحاجات اللي بيبقى فيها كلمه مهاب، الحاجات دي بيتشال منها قد ايه؟ كتير. بصراحه يا شباب من اكتر البريز الممتعه. انت بالنسبه لك انهي اول واحد دلوقتي؟ بحس ان كل ما في واحد بينزل تسعر فيه حبه حلوه. اتفق بصراحه، بس بصراحه ده انا اقول لك بالنسبه لي الصراحه. بص الاكتر انا هقول لك الراي، يعني لو هتختار فليفر واحد من البتاع ده تستعمله بقيه حياتك ما تغيروش، ده انرجي درينك. انا بالنسبه لي هنقي جرين ابل. احب دراي سكول عشان تحس ساور كاندي بصراحه. دي اول حاجه انكلاين على السميث. انا بنسى ان السميث بتاع سترايك ده اتقل سميث انا بلعب عليه في حياتي، بس التكييف ده محتاج طيب انا بورت التكييف. هنسخن كده سنه بس عايزين نقفل التكييف ده ونرفع الريش اللي انا بوصله او نكسرها. انت مضايقك يا اسطى؟ انت مضايق ليه؟ يا ابني انت. انا مش مضايقك والله حوده بصراحه. ما هو ده في حاله واحده مثلا، لو كده ده شخصيه مثلا، ده مثلا شخصيه ايه؟ اللي هو بتعايروني بايه؟ مش بنعايرك يا ابني، هو ده يا ابني شبهك فشخ. طب يا اسطى ما انت الخالق الناطق. لا 40 الجيم دلوقتي اجيب لك الناس اللي شبهك. اعمل كده. يلا معاك دقيقتين تطلع لي حد. هو مش اي حد عامل باسكت، بس لما يبقى الرب ده انا شبهه. اذا كان انت كده. 1 2 3 4 زق كام؟ حركه عوده الو هي كام حوده انا هاخدها من الفلوج كده؟ ممكن مثلا اجيب تول بالاي اي اقول له شيل اي حاجه فيها حوده شيلها. طب ليه يا عم؟ بالعكس اعمل حوده كاونتر يعد فيه كام حوده. ده بجد كام حوده؟ كتير؟ والله العظيم هو. طب اقسم بالله العظيم هو. يا نهار اسود. ما تخلينيش انا والناس كده. بص الشباب شافت الحته بالقرص ما انا وعبده صورناها اللي قبل ما ننزل لك، موجوده فيها. تاخدها فيها؟ الخالق الناطق. بذمتك على الكاميرا ولا ده مش شبهك؟ يا دين امي ده انا. ده مش انت اهو يا اسطى ده بالاي اي يا اسطى. يا اسطى ايه اقسم بالله ده بالاي اي يا اسطى. قديمة الحركات هذه، العب غيرها. وبدلت وش هدى بندق بوش مهاب، فهنقعد نوري له الصور ونقول له يا ابني شبهك جدا بتاعك. بس فالموضوع هيبان واقعي اكتر. ما خلص استجاب ما خلص ني 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 ني. عشان ها 8 ايزي. هاش ها يلا وانا كمان نزلها تحت. برافو عليك.
خلي بالك. مساء الخير. خلصنا تمرين وعندنا 3 حتت ستيك، انا وعبد ومهاب، وفي حته هنا هي فين؟ موجوده. في حته للحاج موجوده، بس احنا نبتدي بقى دلوقتي. اهم حاجه السير. علي النار سيكا، علي النار كده يا عبده. انا كنت شايل هم قوي ان هو لو عمل واحده لا طبعا، ليه يا ابني؟ هو سيبهم هيفصلوا لما خالد لاري حوده بوندو. انا خايف قوي الناس تخش تدور على حوده بوندو ده. لا هو انت مش هتدور، وانت اللي في اول حته في الفلوج انت عملت كده؟ لا انت، هو احنا بص عشان انت انا خلاص بقى سيبك تكتشف. مطبخ يفولفل ايه؟ وعضلات. حته رقم 1 دي عبده، رقم 2 مهاب، انا هاخد رقم 3 عشان دي غالبا اكتر اتقل واحده، دي السوا بتاعها. بس السوا بتاعها هيبقى اقل. سيبهم سيكا كده بصوا يا بقى. جماعه، دي من الجنب تعتبر اتخن منها. هو عامة ده فلفل اسود. الفلفل الاسود طالع. تم قوي ده بالنسبة لك كده تمام؟ ده بالنسبه لي، ده كنت احبها اقل كمان. لا والله. حاسس ان انت تعض البقرة ده اسهل. بالنسبه لي دي تحفه. لا دي كده مظبوطه. كده بالنسبة لي عض البقرة. ده بالنسبه لي دي كده. تعالى عض بقى انت البقرة. بندقة حوده قوي. حودة. دي بتاعت حوده. تتقرف يا حوده؟ لا خلاص يعني. هو تقريبا خلصها اصلا. لا دي كده عبده بالنسبه لك تمام. هي دي ميديوم ويل دي بصراحة. ميديوم ويل. دي بندقة بتاع بندقة برضه ميديوم ويل بصراحة. الموضوع ميديوم ويل. انت كده بتتني البوز. صح. يا اسطى بقى غريب يا اسطى بقى وبقى مخيف. مرعب. على نفسه. هيبقى مخيف على نفسه، اللي هو تبقى انت قاعد في بيتك كده فاهم، وخايف على ضوء يعمل في نفسه حاجه. ليه يعمل في نفسه ايه بقى؟ ياكل لحمه مثلا. يعني انت بتعمله ده مثلا، ده مش مخيف؟ نفسه يشرب لتر لبن بالبلح وهو واقف. اهلا 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 اهلا. ازيك يا سيس؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ايه الطعامه والحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ سلم على الناس، سلم على الناس عشان خلي بالك. بس انا فلفل هيتضايق مني كده. بس بصراحه انت بص يا شباب، هو كلب شارع بس هو قالب على جولدن. بصراحه قالب على جولدن وبصراحه يتاكل. كابتن عبد الرحمن هنا متجهين حالا الى السينما، انا والشباب، انا وكابتن عبده ومهاب والشباب. المفروض ان احنا هنتفرج على فيلم رعب، وده المفروض الجزء الثالث منه. ايه هو؟ تعالوا نعرف دلوقتي. بصوا يا شباب، احنا دلوقتي في نص الفيلم في الاستراحة. ضوي قام مش عارف يجيب حاجة ولا بتاع. الفيلم ده يا جماعة لو تقييم من 0 ل10 كام، فهو في النيجاتيف. يعني انت بتتكلم في سلبيات فقط. احلى جزء في الفيلم كله الاستراحه. يعني لا بصراحة احنا يعني قاعدين، انا بحاول افهم بس. لا يعني لو عندك كده ما تخشوش ده مبدئيا، ولو عندك الفرصة ان انت ما تخشوش اكتر اعمل كده بصراحة. لو سمحت يا دريك، امسك بس، انا هقلب ضوي في البيت. ما اصورك انا ذكي قوي، هقلبك بجسمي كله. امشي زيه. بص يا شباب، سيف الضوي ده اسهل بني ادم في الدنيا تقلده. ليه؟ عايز تتكلم اتكلم بوسع. في كام طريقة ممكن تقلده بيها؟ تعالى كده مهاب، اقف قدامي.
يا كابتن واد يا واد عامل ايه يا واد؟ عامل ايه يا واد؟ كنت تمام؟ معلش يا واد والله العظيم. بص يا اسطى، بصوا يا شباب، احنا دلوقتي يومين هنعمل شويه بضائع بضع على طب ما تيجي نتحرك له. هرمونات، وده اثار الترند. بس خليني اقول لك يا شباب ان اهو اهو بص ده طالع ازاي. بص يا شباب، سيف الضوئي صباعه ده عامل زي المسدس، هو بيمشي عامل كده بالظبط. ركز على سؤال، ركز على ايه رايك؟ بصراحه هو بيقلدني اكتر مني. ضحكتوا؟ اللي ضحك يعمل انسبسكرايب دلوقتي. يا ريت. انا عندي بقى مشكله دلوقتي، او كانت مشكله وخلاص لقينا الحل. او بص، هو من الاخر هو الحل ان انا بقيت طفس بصراحه. يعني الدنيا هنا واحده، شوبس اناناس ومولتو. دلوقتي بقى بصراحه كده احنا زودنا الكالوريز، بناكل 4700 في ايام التمرين و4100 يعتبر في ايام الراحه. الايام بتاعت التمرين تقريبا 750 جرام كوربس. طيب انت ازاي بقى ضوي بتاكل على الدغري كده؟ انا باكل كميه سكر وبشرب سكر حرفيا. يعني شويه بقى عصير محترمين على مش مولت واحد في اليوم، ممكن يبقوا 2 ايا كان. هل اللي انت بتعمله ده ضوي اكتر حاجه صحيه؟ على الدغري لا، بس انا مضطر بصراحه، لان انا شخصيه وللي يعرفنا انا شخصيه ما بعرفش اكل كتير يعني. عشان كده دايما هتلاقوني الصبح باخد الشيك. بس قبل ما اكمل عايز اعرف رايكم يا شباب في التيشيرت او التيشيرت دوت. ده تيشيرت من الاخر كده حاجه على وضعها، تقدر ان انت تخرج بيها، تقدر ان انت يعني لو عاوز تتمرن بيها ممكن، بس خامه بصراحه تحفه. ماسك من الدراع، ماسك من الكتف، وماسك من الظهر نفسه او من المجنص، ومن الوسط مش ماسك. فنحب نقدم لكم الايفولف ماسل تي ده، ان شاء الله هينزل قريب. فكده عندنا 3 حاجات، عندنا الماسل تي او الماسل تي شيرت، وعندنا التانك توبس او الوايف بيترز او القطايه او الفانلة ايا كان اللي هتسميها، والجيرزي ان شاء الله بكذا لون مختلف. دول هينزلوا قريب، فتاكد ان انت طبعا بتتابع البيج بتاعت ايفولف عشان تعرف من الاخر الحاجات دي هتنزل. دلوقتي بقى الشهيه ضوي زادت ازاي؟ على الدغري كده احنا زودنا حاجه، بس غالبا يا هقللها يا هشيلها. زودنا MK677، وده صارم للي يعرفه من الاخر كده. الصارم اكنه الاسترويد الليجل، يعني ده ممكن تروح تجيبه اصلا من محل سبلمنتس. يعني الMK677 بيجوعك فشخ. فبصراحه كده انت بتبقى ماشي بتاكل الاخضر واليابس. لو مكتوب لك 4000 سعره مثلا او 4000 كالوري، عادي ممكن تاكل 6000. بس مشكلته بقى معايا كانت في حاجه، عارف انت اللي حضر قبل كده او اللي عمل دايت قاسي، عارف انت الجوع بتاع التحضيره؟ انا حاسه في اوف سيزون. فبصراحه كده انا اكتشفت ان محدش عاجبه حلو. يعني انا من اسبوعين مثلا ما كنتش عارف اكل، وباكل بالعافيه وبقول يا ريتني اجوع. الامكي 677 جوعني، فبقيت اقول يا ريتني ابقى مش جعان من الاخر ببساطه. ما حدش عاجبه حلو. وانا اكتشفتها بقى عن تجربه، اللي هو خلاص انت جوعت، ما خلاص استلقى وعدك. فغالبا هقلل الدوز اوي، يا اما هشيله، لان هو فعلا جوعني حبه حلوين. بس حلو، الوزن بيزيد. احنا النهارده 96.4، فنفسنا ان احنا نزيد حبه حلوين كده. لسه المشوار طويل يعني، بس عايزين نقول على شهر 9 كده. دلوقتي احنا خلاص النهارده يوم 23/6، نحاول على شهر 9 كده نحاول نوصل لل 99 مثلا ان شاء الله يعني. يعني فيها يعني. بس فدي كده حاجه، او ده الحل اللي انا اضطريت اعمله. خدت الMK جربته، ما كده اكتشفت انه مش عاجبه حاله. خلاص ارجع تاني. بس بصراحه انا باخد كميه سكر كتير قوي. يعني انا برضو شخص واقعي، انا مش هعرف ان انا اقعد اكل صريح كل وجبه بصراحه. فبيبقى بقى شويه عصاير، مولتو، فاكهه. بيبقى فيه برضو اكل هول فود زي ما انتوا شفتوا برضو في اول وجبه كانت شيك، بعد كده الوجبه اللي كان فيها مكرونه والستيك في السينما، برضو شويه فشار على حاجه برضو ساعه على مش عارف ايه. بالنسبه بقى للفيلم، بص على الدغري كده، ده تالت جزء من الفيلم، اديله 5/10. بس انا اتبسطت يعني. انا الفيلم اتفرج عليه
بس ما اتفرجش عليه في ما اتفرجش عليه في سينما، اتفرج عليه على التلفزيون. كابتن عبد الرحمن ما عجبوش الفيلم، حسين ما عجبوش الفيلم، لان حسين في الطبيعي اصلا لما بنروح اي فيلم ما بيعجبوش اي حاجه. فبس هو بصراحه 5.5 من 10. تتفرج عليه مره، تتفرج عليه وانت قاعد في البيت فاهم، على الكنبه في التكييف وشكرا، بس ما تروح السينما بصراحه. بس يعني بس مثلا الجزء اللي قبله، لا الجزء اللي قبله كان يعني الجزء الاولاني والجزء الثاني يدوا الجزء الثالث بالجزمه حرفيا. فلو انت قبل كده شفت 28 days later او 28 weeks later، لو شفت ده انت هتعرف انا بتكلم عن ايه. بس فده كده يكون الفيديو. وللي شاف الكرياتين جوميز ملقول، استنى انا محتاج اصلا اخد كرياتين دلوقتي، ثانيه واحده. بسم الله. نيجي على الكرياتين جوميز اللي انتوا شفتوه في اول الفلوج، بس احنا هنضطر برضه ناخد السيرفنج او ناخد الكرياتين بتاعنا فيه دوت بطعم الجرين ابل او التفاح. بص عشان انت غالبا دلوقتي على الويب سايت وهتعوز تجيب فليفر منهم وانت محتار. لو انت بتحب الحاجات الساور هات جرين ابل. لو بتحب طعم الجيلي كولا بتاع زمان هات الكولا. بس اقول لك بقى حاجه، انت في الحاله كلها تجيب الاثنين، لان الاثنين طعمهم حلو فعلا. صدقني بص اهو، انا بيقول لك ايه اهو الجول، بيقول لك اشتريني حالا، بيقول لك استعمل كود ايفولف 10 عشان تاخد 10% خصم. بس فعلا يا شباب سيبنا من الهزار، احنا متحمسين ان كل واحد فيكم يجرب ده، لان احنا دي حاجه بنشتغل عليها من شهر 1 اللي فات، وكان في خوازيق كتير لدرجه ان احنا في النص كده حسينا ان ممكن الموضوع ما يكملش، بس فضلنا الحمد لله انا وعبد الرحمن مكملين لحد ما ربنا كرمنا الحمد لله. وحابين ان احنا نسمع رايكم في الموضوع ده، بما ان احنا الحمد لله اول شركه مصريه تنزل كرياتين جامز وكريا بيور كمان، اللي هو انضف درجه كرياتين او انضف شركه كرياتين او جوده كرياتين في العالم، عشان انتوا تستاهلوا احسن جوده. بس كده نكون خلصنا الفيديو. طبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واهم من كل ده ان انتوا تدوسوا على الجرس اللي تحت عشان تكونوا من اوائل الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتنا. ولو طبعا في اي حاجه عاوزين ان احنا نتكلم عليها ما تنسوش تكتبوها في الكومنت سيكشن تحت، عشان احنا بنحب نتكلم عن الحاجات اللي انتوا عاوزينها. وكان معاكم سيف الضوء من ايفولف، اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.